اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين. هذا التصريح ليس مجرد جملة عابرة، بل هو اعتراف رسمي بحقيقة يعيشها ملايين المغاربة يوميا. ولأن الخطاب جاء شاملا ومباشرا، فلا بد من تقديم شرح مبسط له بلغة الواقع كما يراها الناس ويشعرون بها في تفاصيل حياتهم اليومية. بأي حق يتقاضى سمسار صاحب شركة المناولة مبلغ 5000 درهم عن كل حارس أمن ليرمي له 2000 درهم فقط، ويضع في جيبه 3000 درهم صافية عن كل عامل؟ العامل المسكين يقف لساعات طويلة، 12 ساعة يومية، 6 أيام في الأسبوع، بلا تأمين وبلا تغطية صحية وبلا حقوق. في بلد يتغنى بالهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وتنظيم كأس العالم، يتم تمرير قانون 1912 لتنظيم عمل العاملات والعمال المنزليين، قانون يجيز تشغيل النساء 24 ساعة على 24 في التنظيف، الطهي والحراسة ورعاية الأطفال، مقابل فقط 60% من الحد الأدنى للأجور. وبعد 40 سنة من العمل لا تقاعد ولا معاش ولا شيء. في مغرب يسكنه أكثر من 100 ألف موظف شبح يكلفون خزينة الدولة أكثر من 1000 مليار سنتيم. هناك أكثر من 70 ألف عامل وعاملة إنعام يعملون كعبيد العصر الحديث، ينظفون الإدارات، ينيرون الشوارع، يشتغلون في المحاكم والمستشفيات في الليل والنهار أيام العطل والأعياد، ويتقاضون بين 1000 و 1800 درهم في أحسن الأحوال، ودون أي حماية اجتماعية أو قانونية، في الوقت الذي تخصص فيه الدولة 1500 مليار درهم لاستضافة جزء من كأس العالم. نجد إقليما مثل سيد البرنوسي بأكثر من 700 ألف نسمة لا يخدمهم سوى طبيبة أطفال واحدة وطبيبة توليد واحدة، بينما لا نرى تعيينات في القطاع الصحة إلا في تقارير تلفزيون الدولة الذي يبتلع 220 مليار سنتيم سنويا من أموال الشعب. في مراكش عاصمة السياحة يقبع المستشفى الجامعي في حالة من الفوضى، مرضى على الأرض، صراخ من كل جانب، مشادة بين رجال الأمن الخاص والمواطنين، أطباء مرهقون، وأقسام استعجالات لا تليق حتى بالحيوانات. أما في طنجة في المستشفى الجامعي الذي ساهمت فيه قطر في بنائه بميزانية 2.33 مليار درهم، يلزم سيارات الإسعاف بالذهاب أولا إلى مستشفى محمد الخامس البعيد تقريبا ب20 كيلومتر من أجل ملء أوراق بيروقراطية تافهة قبل السماح لها بدخول المرضى إلى المستعجلات أو لا بإدخال المرضى إلى المستعجلات. عقلية متكلسة لا تكترث لحياة الناس. في تطوان الوضع أكثر مأساوية، العمليات الجراحية توقفت بسبب نقص في أدوية التخدير مع غياب شبه كلي للأطباء المتخصصين. أما مستشفى بن قريش التاريخي الذي كان يعالج مرضى التنفس من المغرب وخارجه في عهد الاستعمار الإسباني، فقد تم هدمه بميزانية 10 المليار سنتيم من أجل إعادة بنائه، لكن البناء المؤجل لم يبدأ بعد، وكأنما ننتظر يوم البعث. نعيش اليوم في مغرب الازدواجية، بلد يشتري 74 طائرة بوينغ بمبلغ 20 مليار دولار بينما يموت مرضاه بالسرطان دون علاج. مغرب يتباهى بالقطارات السريعة والملاعب الواسعة، بينما سكانه في القرى يفارقون الحياة بسبب لدغات العقارب، وهم على بعد مئات الكيلومترات من أقرب مستشفى به مضادات السموم. لقد بلغ التناقض حده، وآن لهذا النفاق أن ينتهي. بلد لا يمكن أن يسير بسرعتين، واجهة برقة وجسد مريض. الاستمرار على هذا الحال لن يقود إلا إلى الانفجار ولو بعد حين. بصريح العبارة، الناس ملت من الحقرة، ملت من الظلم، ملت من أن تعامل القرية كأنها خارج الزمن، وكأن سكان الدواوير لا يستحقون سوى الفتات. ملت الناس من الصورة النمطية التي تساوي بين الدوار والجهل، وكأن كل من لا يسكن المدينة إنسان من الدرجة الثانية. ملات النساء والرجال في القرى من منطق الصداقات الموسمية، وقفة رمضان، منطقة في الشتاء، وقافلة طبية في الصيف، وكأن كرامتهم مرهونة بفصول السنة. سكان المغرب العميق يتساءلون: أين ذهبت مليارات التي أنفقت على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟ أين آثار 5000 مليار سنتيم من صندوق العالم القروي؟ أين نتائج 1200 مليار سنتيم خصصت لمناطق الواحات وشجرة الأركان، والتي غرقتها أول زخة مطر وكشفتها شاشة البنية التحتية؟ لماذا تم تصفية وكالة تنمية الواحات ومناطق الأركان؟ ولماذا كان ذلك بالتزامن مع إعفاء وزير الفلاحة السابق محمد الصديقي؟ أناس الجبال الشاهقة لا يطلبون الصداقة من أحد، بل يطالبون بحقوقهم في الكرامة، في العمل،
في الثروة، في وطن لا يراهم كخماسة في مشاريع الأعيان. أبناء القرى يريدون أن يعرفوا أين نصيبهم من 28 مليون طن من الفوسفات، من 2 مليون طن من المعادن، من 1.4 مليون طن ديال السمك، من ميزانية تفوق 72 ألف مليار سنتيم سنويا. سكان السفوح والهضاب يسألون عن مخطط المغرب الأخضر الذي التهم 132 مليار درهم ووعد بتحسين ظروف عيش 75% من سكان القرى، فماذا تحقق؟ وأين الجيل العزيز أخ النوش الأخضر؟ نساء القرى يستنكرون أن تخصص الدولة 1500 مليار درهم لتنظيم حدث كروي مؤقت، بينما الحوامل ينقلون على النعوش والأطفال يموتون من سم العقار. شباب المغرب المنسي يذكرون ساكنين الفيلل والقصور بأنهم أيضا شباب، لهم الحق في الملاعب، في دور الشباب، في المسارح والسينمات، لهم الحق في الأمن لا فقط في النجاة. مرضى البوادي لا يطلبون سوى طبيب واحد لكل دوار، لا وعود كاذبة وأرقام خيالية. أطفال الجبال لا يريدون معجزة، فقط مدرسة لا تبعد عن الكوخ أو المسكن أكثر من بضع خطوات، لا مسيرة أيام كما لو كنا في الجاهلية. أبناء هذا الوطن يطالبون نواب الأمة 396 ومستشارها 120 أن يستحقوا ما يتقاضونه من 100 مليار سنتيم سنويا، لا أن يركضوا خلف مصالحهم وشركته. رغم مرور 7 عقود على نهاية الاستعمار، لا تزال عقلية اليوطي حاضرة. المغرب النافع للأقلية الساحلية التي تملك كل شيء، والمغرب الغير النافع للداخل، حيث يكابد الناس العيش بدارة والبركة. آن الأوان لكسر هذا الجدار الفاصل، فالوطن إما أن يكون عادلا للجميع أو أنه ليس وطن. دمتم في رعاية الله.